ايه هو ال NME اصلا؟ ده امتحان تجريبي بعمله قبل ما ادخل امتحان المعادلة عشان اعرف مستواي عامل ايه، وهل انا جاهز فعلا للامتحان ولا لسه محتاج اذاكر شوية. في الفترة دي ستيب 1 بقت باس اند فيل، وبالتالي ما بقاش في سكور، وللأسف الشديد ده خلى ناس كتير تستعجل على دخول الامتحان. قبل ما تدخل امتحان ستيب 1 لازم على الأقل تعمل من 2 ل 3 أو أكتر على حسب قدرتك المادية امتحانات تجريبية. الامتحانات التجريبية دي هتحطك في مود الامتحان وهتشوف سكورك اللي انت ممكن تجيبه عامل ايه. احنا عارفين ان النجاح دلوقتي من 196، لكن ما ينفعش بأي شكل من الأشكال تدخل قبل ما يكون سكورك فوق ال 225. ليه؟ لأن الاسترس والوضع البدني والإرهاق بتاع 8 ساعات امتحان كبير جدا. انت بتيجي في آخر بلوكات، آخر 3-4 ساعات في الامتحان بتبقى بتحل من غير تفكير، وبالتالي في ناس كتير بتبقى مذاكره. مفيش حد بيدخل امتحان معادله امريكيه من غير ما يذاكر، بس في ناس كتير بتدخل وحاليا ايه ما بتنجحش او بيبقى فيل. ليه؟ لانه بيستعجل على دخول الامتحان. مفيش حاجه اسمها يا جماعه ادخل الامتحان وانا مش مذاكر كويس وما عملتش الميز او ما اعرفش مستوى التقييمي كام، لان انا ممكن اكون مذاكر المعلومه بس المعلومه لما تتحط في صوره كيس زي امتحانات المعادله ما اعرفش اجاوب. انا وليكن هقدر امتحن 2 أو 3 NME اونلاين، الباقيين لازم اذاكرهم برضه. ازاي؟ هعمل حاجه اسمها سيميليشن اكزام، يعني هعمل زي اخد ال NME ده موجود اوفلاين، احله في نفس الوقت اللي متاح لي، هم 50 سؤال كل بلوك في ساعه وربع. احاول احلهم في اقل من كده، يعني اعمل لنفسي على الاقل من ساعه و5 دقائق، من ساعه لساعه ل5 دقائق اخلص فيهم ال 50 سؤال. طب انا بسيب الوقت الباقي ده ليه؟ لان انت اكيد وانت بتحل هيبقى في اسئله مش متاكد منها، في اسئله هتعمل لها مارك المفروض ترجع لها تاني، والكلام ده هيبقى في الامتحان بالشكل ده. يعني لازم السؤال معاك في الامتحان ياخد اقل من 60 ثانيه او من 60 ل 90 ثانيه، ده يعني رقم الراندوم بتاع الناس. بس كل ما حليت اكتر كل ما السؤال بدا يعدي معاك باسرع، والاسئله السهله هتاخد معاك 30 40 ثانيه. لكن لو سؤال فيه تفكير او فيه اناليسيز او فيه كيز ريبورت ولا الحاجات دي بتاخد وقت اكتر. مفروض لما احل الامتحان اخد اليوم، بقيه اليوم اللي انا حليت فيه الامتحان اوف. ليه؟ لان التروما بتاعه الامتحان وحل الاسئله ورا بعض الموضوع صعب فعلا. لان بيبقى حوالي 5 ساعات. لازم احل كل البلوكات ورا بعض، ما ينفعش احل بلوك واستنى ساعتين 3، ده مش هيبقى اسمه امتحان تجريبي. امتحان تجريبي يعني بحط نفسي في نفس سيناريو الامتحان، اللي هو على الاقل باخد البلوك اقصى حاجه 5 دقائق ما بين بلوك والتاني. طيب بعد كده تاني يوم مفروض بفتح الامتحان والاسئله بتاعتي. لو انا بحله اونلاين بفتح الموقع واشوف الصح بتاعي والغلط. لازم اشوف اكسبلانيشن بتاع كل حاجه، حتى لو حل السؤال صح اشوف الاكسبلانيشن بتاعه. ليه؟ لان اوقات كتير بحل السؤال وانا متخيل الاكسبلانيشن حاجه تانية، او ممكن يكون الاجابه جت معايا باي لك. فالفايده من الامتحان ال NME او الامتحان التجريبي حاجتين. اولا ان انا اعمل براكتس او اشوف مستواي عامل ايه. يعني انا حاليا لو دخلت امتحان ايام ما كان بسكور هجيب كام، والسكور ده هيأثر على انا محتاج وقت قد ايه عشان ادخل الامتحان. تاني حاجه لان الهيئه، نفس الهيئه اللي بتعمل الامتحانات التجريبيه اللي هي ال NME هي اللي بتحط الامتحانات اللي انا بدخل امتحانها اصلا بتاع اسم الستيب 1 والستيب 2. فمطلوب مني ان افكار الامتحانات دي او افكار الاسئله اللي في الامتحان لازم اذاكرها كويس، لان دي طريقه مذاكره كمان عشان بتحسن فرصتي في الاسئله وفي الامتحان. ما تدخلش الامتحان بتاعك قبل ما تحل على الاقل من 2 ل 3 NMEs. حاليا ان انت تبقى متاخر في الامتحان عادي جدا، لكن ان انت تدخل وتفيل يحصل عدم نجاح، ده ريد فلاج في السي في، وحاجه بتصعب موقفك، وهتحتاج تعمل حاجات مضاعفه عشان تقدر تلاقي ماتش ان شاء الله. المفروض تبدا تحل NME بعد ما تخلص اول سايكل. اول سايكل دي المفروض تبقى عباره عن فيرست ايد كامل ويورلد كامل. خلصت الاثنين دول لازم تاخد NME، ما تاجلش ال NME، لان غالبا اول NME هتاخده هيبقى سيء جدا 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 جدا. حتى لو انت مستواك كويس هيبقى سيء، لان الاسترس بتاع الامتحان الاونلاين يعني صعب على الناس كلها. حتى الناس اللي جابت سكورات عاليه جدا كانت اول امتحان جايبه فيه سكور مش حلو.
الفيديو ده مهم جدا جدا، ان انا اطلع منه بايه؟ ما يدخلش امتحان ستيب 1 من غير على الاقل 3 انمي، ما ادخلش وسكوري اقل من 225، ما ادخلش الامتحان وانا مستعجل، ما اجلش امتحانات الانمي لازم ابدا فيها من بدري، اول لما اخلص اول سايكل اخد انمي وبناء عليه اشوف انا مستواي عامل ايه وابدا احل. اخر حاجه ممكن ادخل الامتحان وما اجيبش سكور كويس وبالتالي ياثر على الامتحان، ممكن ادخل اجيب سكور حلو فاحس ان انا خلاص جاهز وادخل الامتحان الكلام يتعكس عليا والثقه الزايده دي تاثر عليا ان انا ما اقدرش اجيب يعني سكور كويس في الامتحان. وايا كان نتيجه الامتحان دي، اخر حاجه هقولها، انك توصل لمرحله انك دخلت امتحان 8 ساعات في معادله امريكيه بعد مذاكره على الاقل، مفيش حد بيدخل من 6 شهور لسنه وفي ناس سنتين، انت بطل. وايا كانت النتيجه لازم تفتخر بنفسك، وربنا يوفقنا جميعا. السلام عليكم. ولو حد عنده اي سؤال بخصوص اي حاجه لها علاقه بالمعادله يسيبه في كومنت.